تاخذ طابع التاكيد، لان التصريحات اللي تقالت في الاونه الاخيره هي تصريحات خطيره، وهذه مسؤوليه الجامعه. هذه محاوله هدف لفريق الرجاء. أوساغونا يسجل الهدف الأول لفريق الرجاء. كما قلتها أوساغونا دائما خطير على مستوى الضربات الرأسية، يعني حتى التغطية كانت نوعا ما يعني ماشي في المستوى، تركت دفاع الوداد. الرقابة ديال اللاعب أوساغونا، فهو جا من بعيد وخدا لي لون ديالو وخدا لو تايمينغ ديال الكرة، وبالتالي غادي نرجع للهاشمي اللي كيعطي حلول اضافيه في الجهه اليمنى، هو من كان وراء الهدف ديال فريق الرجاء. واذا الرجاء يسجل الهدف الاول بواسطه اوساغونا. حتى الرقابه والتغطيه ما كانتش في المستوى بالنسبه لدفاع فريق الوداد، واوساغونا المعروف بالضربات الراسيه ديالو القويه يستغل هذا المعطى ويسجل الهدف الاول لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في الدقيقة 19. أول هدف لفريق الرجاء. من خلال الإعادة غيتضح لنا بأن التموقع ديال المدافعين كان صحيح، ولكن الكرة عند دفاع فريق الرجاء، يبعد الكرة في اتجاه اللاعب باباتوندي يحتفظ بالكرة. باباتوندي يحاول المرور، باباتوندي يمرر، خطيرة لفائدة فريق، وهدف ثاني، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. لاحظ الكيفية اللي سجل بها الحافظي، يعني بطريقة اللاعبين الكبار. الحافظي يضع الكرة في شباك فريق الوداد معلنا عن الهدف الثاني. وفي الكواليس قلت لك بأنه عندما يغيب الحافظي على الوسط الهجومي